ما قدرت أنام، والله ما قدرت أنام من أمس منذ قراءة هذا التقرير الكارثي. 285 مليون دولار يا كفرة يا فجرة يا فسدة يا ظلمة، فساد في قطاع الكهرباء لمدة عام واحد بما يعادل مليون دولار يوميا، في شعب هو الأفقر على مستوى العالم، في شعب ينام الملايين من أبنائه يوميا وهم يحلمون بقيمة وجبة غداء، في شعب يموت العشرات من أبنائه يوميا بالجوع. 180 مليون دولار في شركة مصافي عدن تكتشف بعد سنوات أنه لم يحدث أي تحديث فيها، وهي ما يكفي مرتبات لعدة شهور لهذا الشعب. 1,200,000,000، أنا مش قادر أقرأ الأرقام، مش مستوعب. 1,200,000,000 مليون دولار كلها وردت إلى حسابات خارجية من مبيعات النفط في شركة بترومسيلة. 10 سنوات لم تخضع شركة بترومسيلة لأي تدقيق أو مراجعة حسابية من أي جهة حكومية. 10 سنوات. مدير الشركة يفتح شركة في عمان برأس مال مليار ريال عماني، ما يعادل 3 مليار دولار، ولا حد يسأله بالمخالفة لكل القوانين النافذة. يعني محافظ جمدوا 27 مليار ريال في أرصدته ويقولوا لا زال معه عشرات المليارات ما قدرناش نوصل لها. والله إني تحدثت عن هذا المحافظ أيام هذا الفساد، والفيديو لليوم بالفيسبوك، وقالوا توقف، أنت تشق الصف، أنت بتخدم الحوثي، مستغلين ضعفي وعجزي وقلة حيلتي وأوقفونا أنا وغيري من الإعلاميين الكثير. واليوم يتحدثون إنه ما قدرناش نوصل له. هذا محافظ. طيب لو كان وزير إيش معه؟ يعني مش قادر استوعب 40 مليون دولار تدفع مقدم عقد على أساس لسفينة عائمة تجي تزود عدن بالكهرباء، والسفينة ما وصلتش لليوم، والأمر هذا له سنوات، ولم يتم محاسبة من قام بهذه الجريمة بحق هذا الشعب في مخالفة صريحة لكل المواثيق، ولم تحدث في تاريخ الأمم والشعوب. الكارثة إيش؟ الكارثة إن هؤلاء الفاسدين الآن اللي نهبوا هذه الملايين ممكن بكرة يكون في صنعاء ما حد يعرفه، أموره زي الفل. بينما الإعلامي ممكن يطلع يشوف القسمة الضيزاء، يعني ممكن يطلع في أي قناة عمل تصريح ولا بأي موقع تواصل يتحدث لأي صحيفة، خلص أصبح من المطلوبين وحرمت عليه بلده وأصبح مشرد وحالته بائسة وما عنده قيمة واحد فول. العشرات من الإعلاميين يعملون مع الشرعية منذ 10 سنوات حرموا من تثبيت وظيفي بدرجة وظيفية لا تصل إلى 27 دولار بالشهر قيمة واحد شاي، حرموا منها بحجة التقشف. تنهبون حقوقنا بحجة التقشف يا أولاد الحرام، بينما تنهبون كل هذه الملايين من الدولارات، ولا أحد يعرف عنكم شيء ولا الشعب يعرف من أنتم. طبعا الأصل في هذا، عند أمس واحد بيكتب لي ردا على حديثي عن الفاسدين، هذا وعاءك للجميع. حاشا لله، هذا وعاءك للفاسدين يا فسدة. حاشا لله أن نكون في هذا الوعاء أو أن نسكت عن من يشارك هذا الوعاء، يا وعاءك للجميع. ثم يعني قسمة شيء جنوني وسط شعب يعيش كل هذه المعاناة. المعلمين مربي الأجيال بدون مرتبات من 3 أشهر، والمرتب حقه 27 دولار، يعني قيمة واحد شاي بالشهر، وحرموا بحجة الإمكانية والتقشف، وأنتم تنهبون كل هذه الملايين وكل هذه مئات الملايين من الدولارات. ثم نأتي نتحدث لماذا فشلت كل المساعي، لماذا لم نصل صنعاء. ما هذه أنا مش قادر. الناس هذه انتوا بشر زينا، يعني مخلوقين زينا، عندك دم وعندك قلب وعندك، انك تشوف الناس بتموت تتلوى في الشارع من الجوع. ما في شارع في اليمن الا والنساء على طوابير في الشارع من الجوع والبرد، واولادهم واطفالهم بلا سكن وبلا اكل وبلا شرب، وتنهبون كل هذه الملايين. طبعا الاصل في هذا التقرير انه ما كان يصدر الا ويتذيل بالحديث انه تم القبض على المذكورين واحالتهم للنيابه العامه. لكن الآن أنت بنشر هذا التقرير دون القبض على الفاسدين كأنك تمنحهم فرصة للهروب. وبالتالي اسمعوا هذه الكلمات جيدا إذا تكرمتم، إذا لم يتم القبض على هؤلاء الفاسدين وكلهم معروفين خلال الأيام القادمة، وإحالتهم للنيابة العامة في محاكمة متلفزة، وأن تعلن الدولة كم تمكنت من استعادة من الأموال من هذه الأموال المنهوبة، فوالله إن الأمر لا يعد عن كونه عمل سياسي يهدف إلى تغييرات سياسية كبرى وضغط من أجل تغييرات سياسية وما إلى ذلك. لأنه أنت الآن بتمنحهم فرصة. هل أصدرت قرار منع السفر بحق هؤلاء الناس؟ يعني كيف ينشر التقرير بدون ما يتم القبض على المذكورين؟ المحافظ نفسه بيتجول، جالس يتحول إلى فاعل خير، قد زي أبو عاصم. تحياتي وأشواقي.